إذن الليلة التي نزل فيها القرآن وبركة القرآن هي خير من آلاف من الشهور ومن آلاف من السنين التي تقضيها البشرية من دون هداية هذا القرآن وبركاته. وتبقى الأمة سعيدة ما دامت ملتفتة إلى عظمة ليلة القدر والقرآن الذي نزل فيها، وما دامت ملتزمة به ومستفيدة منه، وإلا فإنه لا يغنيها ما أصابته من عرض الدنيا وحطامها. وبهذا المعنى كان من ألقاب الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء عليها السلام أنها ليلة القدر، لأن موقفها صحح مسيرة الأمة إلى قيام يوم الساعة. فهذا الانقلاب الإيجابي المضاد الذي أحدثته الزهراء عليها السلام بموقفها يعدل عمل الأمة آلاف السنين إلى آخر عمرها فيما لو لم تهتدي إليه. وكان لليلة القدر مكانة في قلب الزهراء عليها السلام، فقد روي أن فاطمة عليها السلام كانت لا تدع أحدا من أهلها ينام تلك الليلة، أي ليلة القدر، وتداويهم أي تهيئهم تعالجهم، تداويهم بقلة الطعام وتتأهب لها من النهار، وتقول: محروم من حرم خيرها.